تتجه الأنظار نحو مصر بعد نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر الميثانول في ميناء شرق بورسعيد. وأعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الجمعة 18 أغسطس آب 2023 نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر الميثانول، إذ استغرقت خدمة التموين ما يقارب من 6 ساعات. وتعد أول عملية تموين السفن بالوقود الأخضر في مصر، الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. تأتي عملية تموين سفينة الحاويات بالوقود الأخضر في إطار استراتيجية الدولة المصرية التي تهدف لأداء دور محوري في خدمات التموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، وتعظيم الاستفادة من موقع موانئها البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. وكانت مصر قد استقبلت أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر في العالم تابعة لشركة الشحن العالمية ميرسك، قادمة من رحلة طويلة في طريقها إلى أوروبا. وأعلنت المنطقة الاقتصادية في بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات للخط الملاحي ميرسك، إذ تم تزويدها من البارحة لارا إس التابعة لمقدم الخدمة الشركة أو إس العالمية، والعاملة في مجال تموين السفن بالوقود الأخضر، وأكبر منتج لوقود الميناثول عالميا. وتم تموين سفينة الحاوية بكمية 500 طن من الميثانول الأخضر بمحطة قناة السويس للحاويات المشغل الرئيسي لميناء شرق بورسعيد.